السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحة الكابتن حبش الأهلاوي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لمينا الدي جي بقى كده، ولمينا الكراسي والفراشة وظبطنا كده حالنا بقى. عايزين نتكلم بقى في كلمتين كده عن الأخ محمد هاني بقى. ايه اللي انت عملته الماتش اللي فات؟ انت كنت عايز تزوغ، انت طبعا بقى شايف فراشة وهيصة بقى وناس وجايبين لوند وبتاع، عايز تزوغ ها؟ لا احنا خلصنا وفاكرينها. تعالى بقى، انت ايه اللي انت عملته الماتش اللي فات ده؟ انت كنت هتجننا يا جدع. يعني انت تصرفاتك تصرفات واحد مش داخل على 30 سنة، واحد خبرة. انت يعني فعلا هتفضل طول عمرك ناشئ لحد ما تعتزل، وهنفضل نقول محمد هاني الناشئ. ايه اللي انت بتعمله؟ يا الراجل خرج بالكورة يعني بره، تقوم زقه لابس انذار كده، بتقول للحكم سلام عليكم اديني انذار. يعني انت لاعب 40 نهائي، انت لاعب عدد ماتشات 300 او حاجه، 330 ماتش تقريبا مع النادي يعني رقم كبير. لعبة فيهم شوف كام نهائي، بتاع 40 نهائي. يعني المفروض انت كل الحاجات دي عدت عليك قبل كده وشفتها وتصرفت معاها، وعرفت ايه التصرف الصح في المواقف ديت والتصرف الغلط اللي ما يتكررش تاني. انت مفيش. وبعدين يا محمد، وانت فيك حاجة لله كده غريبة برضو، احنا مش فاهمينها لغاية دلوقتي. يجي اي مدرب عايز يقول لك محمد هاني ده مش عاجبني ومش عايزه، نبص نلقى ايه اللي حصل. اول فترة انتقالات او قبل فترة الانتقالات نلقى المدرب هو اللي مشي. ده مش مدرب واحد، ده واحد واثنين وثلاثة حصل نفس الموقف. نيجي تاني بقى لحتة ان احنا كنا جايبين مين؟ جايبين اكرم توفيق يلعب باك يمين. لعب باك يمين، قام واخد صليبي، قعد 8 9 شهور. ربنا كرمه رجع من الصليبي، قعد 8 9 شهور، وكل ده وانت قاعد لنا في الباك اليمين. من حظنا الجميل يعني جبنا عمر كمال عبد الواحد. قلنا بس ده بيلعب باك يمين وده دماغه حلوة ولاعب كبير وهيظبط الجبهة دي، هيخليها 10 على 10. مش متقيد في افريقيا، قلنا مش مشكله يا عم، نعدي افريقيا والموضوع ايه نفكر فيه بعدين. اما باك الشمال بتاعنا معلول اتصاب، إيه اللي هيحصل؟ هيقعد له برضه فيجي 6 شهور ولا 7 شهور. هنجيب عمر كمان نلعبه باك شمال. ومين اللي هيفضل قاعد لنا باك يمين؟ اما هاني. ده قاعد ده كده حاجزها، ده حاجزها. ده لو دافع عربون ليها ده مش هتبقى كده. قبلها بقى كنا جايبين مين؟ المعلم كريم فؤاد. طبعا لاعب كبير ولاعب عنده سرعات، وقلنا بقى يلعب باك يمين بقى وهي ايه اوفرات، وهيدلعنا من الجنب دوت ويخلي كل حاجه 10 على 10. ايه اللي حصل؟ اي مدرب يجي يلعبه هاف يمين، هاف شمال، باك شمال، اي حاجه الا الباك اليمين. الباك اليمين دي بتاعته هو كده، ايه ده دفع فلوسها كامله ده. هنعمل ايه بقى؟ هو اللي جاي معاه كده. احنا مش عايزين ننتقد فيك في فنيات وخصوصا اليومين دولت عشان ما نقص عليك ومستواك ينزل او تتأثر بكلامنا. بس احنا مستنيين نهائي افريقيا يعدي وهنتكلم بقى على الفنيات دي كلها. احنا عايزينك تطلع كل ما عندك وتلعب بروح وبقلب. ده انت الماتش اللي فات انا لاحظت في الشوط التاني ان زمايلك ما عندهاش ثقة فيك ان هي تبصيلك. كذا كورة تبقى انت فاتح ناحية اليمين مش عايز يديلك. هو قلقان في يعني شاكك في قدراتك. ليه توصل نفسك لكده؟ لازم أن يكون عندك نزعة هجومية وقوة وعقل. يعني انت لازم أن تكون اذكى من كده. انت لاعب خبرة ومن كباتن النادي الاهلي، لازم أن تكون الحتة بتاعت الذكاء عندك تبقى عالية. يعني احنا بنتمنى ان انت الماتش الجاي برضه بندعمك، بنتمنى ان انت الماتش الجاي تبقى واقف على رجلك وتلعب بثقة. ويا عم سيبك من اللي احنا بنقوله دلوقتي، سيبك من اللي احنا بنقوله، بس اهم حاجة تركز وتعرف ان النهائيات لها اسلوب بيتعمل غير باقي الماتشات. النهائيات فيها ذكاء، فيها مخ، فيها ان انت تعرف تطلع من الماتش باللي انت عايزه، اللي انت عايزه تطلع بيه من قلب الماتش. لما الانذار اللي انت خدته هناك ده اونطه في اونطه. يعني انت كنت ممكن بعدها في اي كوره هبله كده، كوره تلمس ايدك في نص الملعب في اي حاجه غريبه يقوم مديك انذار تاني وطردك. ساعتها احنا نعمل ايه بقى؟ خسرتنا البطوله زي بطوله 2022 بتاعت الوداد هناك.